استأذنك كده تشوف الفيديو ده. معانا على التليفون مروة بنت عم صالح. السلام عليكم يا مروة. قفل السكة. بنتك قفلت السكة. على فكرة مفاجأة لما عرفت ان ابوها هنا قفلت السكة وقفلت التليفون دلوقتي بيقولوا احنا كمان كلمناها وقالت لنا انا مش متقبلة الكلام ده وهو بيكذب وانا هرفع عليكم قضية علينا احنا. ومعلش شوف الفيديو ده كمان. معانا ابنه محمد. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو. السلام عليكم يا محمد. الو. ايوه يا محمد. يعني انا اعرف لما الواحد يغلط يواجه، واحنا بنتصل بيك عشان خاطر ترد. يمكن ضميرك يصحى وتقول لابوك حقك عليا سامحني يابا، وتيجي تحب على ايده ورجله وتقول له سامحني عشان رميتك في الشارع، مش تقفل الخط لما سمعت صوتنا وعرفت ان احنا هنكلمك عشان ابوك. الجزئين اللي انت شفتهم من شوية كانت محاولة لمداخلات تليفونية في برنامج مصر، والشخصين اللي قفلوا السكة في وش عمرو الليثي المفروض انهم اولاد الرجل السبعيني اللي اسمه عم صالح، واللي المفروض يعني انهم راميين والدهم في جمعية او في دار مسنين. الاستاذ محمود وحيد مدير جمعية معانا لانقاذ انسان وضح الكلام ده عن حالة عم صالح. حاول ان احنا يعني شوية نجمل له الموضوع وقلنا له ان احنا ولادك بس عندهم ظروف وهيجوا ياخدوك. اول ما قلنا له هيجوا ياخدوك انهار بالبكاء وقال انا مش عايز اروح لهم، انا عايز افضل هنا معاكم، انتوا عايزين تمشوني ليه؟ انا مرتاح هنا ومش عايز اروح لهم ابدا. فده خلانا ان احنا، وكمان ان هم قافلين خط التواصل معاهم. عم صالح بعد كده قال انهم كانوا عايزين منه فلوس شهرية وهو مش معاه يديهم، ولو معاه كان اداهم. المشكلة اللي هم عايزين فلوس شهري. فلوس سهل. وانا ما بديش حاجة. ليش؟ اديهم ما معايا هدي. انا معايا. وعن واقع طرده من البيت وقفل الباب في وشه، فعم صالح قال الكلام ده. نزلت الشارع لقيتهم حاطين الباب اللي هو الباب البيت اللي احنا قاعدين فيه. كان يا ابني انا واخدهم شقة وقعدت معاهم، يا دوب ما قعدتش يعني سفر بسيط. نزلت وحاطين الباب، قفلوا الباب علينا. ده عشان ما تدخلش البيت تاني. ما تخشش بقى. عم صالح كمان قالوا انه فضل 10 ايام تحت البيت، وعلى حد قوله انه ابنه الكبير اللي اسمه سيد زي ما قال يعني جه ومشاه من قدام البيت وزقه وقال له انك هتعرنا. بيعملوا معاك ايه وانت تحت البيت وقاعد في الشارع؟ كانوا شروا يصير ينقص عليا وبتاع. يا ابني اللي هو الكبير ده قال لي انت هتقعد هنا تعرنا تعرنا. زقك برجله؟ اه. طب وبنتك وابنك التاني؟ بس قال له انا بداهم بلا دواء ربنا يهديهم. وقال كمان انه صعب على حد غريب فوداه جمعيه معانا لانقاذ انسان. جيت الدار هنا ده ابن حلال زي كده جابني هنا. يعني انت صعبت على واحد غريب وجابك تقعد في بيت؟ وما صعبتش على ولادك؟ في الحقيقه ان محمد ابن عم صالح مش اللي زقه، مش الكبير يعني، التاني طلع ووضح وقال الكلام ده. من البدايه انا والدي كان شغال في السعوديه من السبعينات، عاش طول حياته تقريبا هناك. كنت بنشوفه كل 5-6 سنين شهر في السنه. دخله احنا كنا بعيد شويه عن حته الدخل لان اوريدي هو ما كانش بيبعت لنا مصاريف، يعني والدي كان بيبعت شهر و10 شهور لا. وقال كمان ان والده ما كانش بيتحمل مسؤوليته وانه كان كتير المشاكل مع والدته. لا الموضوع كله ان هو من زمان مش بتاع مسؤوليه بيت، مش ان هو يتجوز ويخلف ويربي فهي دي المشكله، هو ده الاساس. انا والدي كان عايش في السعوديه فترة، يعني أنا شفته على كبر. يعني هو كان بيجي كل 5-6 سنين وهو شهر واحد بس، وفي الشهر الواحد ده كان بيحصل مشاكل كتير هو ووالدتي وبتضطرنا إن إحنا بنسيب البيت. يعني هو كان بيوصل الموضوع إن إحنا في الشهر ده تقريبا معظمه قاعدين عند جدتي. محمد ابن عم صالح كمل كلامه وقال إن والدهم بعد ما استقر من السفر بره مصر طردهم من البيت. أول ما استقر في مصر هنا إحنا ما عشناش في بيتنا، هو طردنا من بيتنا. الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده ينفع نعمل عنه بحث مع الجيران اللي في الشقة اللي في الزاوية. اتطردنا من بيتنا، اخواتي ووالدتي عاشوا عند جدتي، انا عشت عند خالي لان كنت في الفتره دي بشتغل وبصرف على نفسي. يعني انا كنت بخلص مدرسه ارجع اشتغل مع خالي. وقال انه واساس المشاكل كانت ما بين والدته وما بين والده اللي هو عم صالح. ايه بس هو المشاكل بينه وبين والدتي مش بينه وبيننا. يعني هو المشاكل في الاساس هو والدتي دايما مش متوافقين مع بعض. لما استقر في مصر ورجعنا تاني عشنا في بيتنا تاني، ابتدينا يعني تبقى الحياة شبه طبيعية، بس هو بيصرف على نفسه بس ما بيصرفش علينا. انا بشتغل وبصرف على نفسي، اختي بتشتغل وبتصرف على نفسها، اخويا بيشتغل وبيصرف على نفسه.
محمد كمان وضح وقال انه من كتر المشاكل ما بين والدته وما بين عم صالح انه عم صالح طرد زوجته اللي هي والدة محمد من البيت. حصل مشاكل بينه وبين والدتي، طردها من البيت. فانا خدت شقه في التجمع وسكنت فيها انا والدتي واخويا. بعدها بشهر تقريبا وعايش معانا برضو، وانا المتكفل بالبيت كليا وجزئيا. انا بصرف على والدتي وعلى بيتي او على عيلتي كلها بما فيهم والدي اللي بيشتغل في الفتره دي وكان بيقبض فلوس. انا اللي كنت متكفل بالبيت كله. الكلام ده من 2007 لحد دلوقتي اللي احنا فيه ده، انا المتكفل بالبيت. وعن اخر 7 شهور قبل ما عم صالح يروح الدار او جمعيه معانا لانقاذ انسان، محمد قال الكلام ده. في اخر 7 شهور دي هو جه عاش عندهم، هم يعني طلب ان هو يجي يعيش عشان اخته مش عايزاه يعيش معايا، فجه عاش مع والدتي وهي كانت رافضه، بس هو مع اصرار منا ان هي مش هينفع يبقى مش عايش معانا يعني او معاهم، لان انا عايش في بيتي. فراح عاش معاهم. ابتدت المشاكل تزيد، كل يوم مشاكل، وصلت لمرحله ان هم راحوا لحد المأذون عشان يتطلقوا. وابتدى ان هو في خناقه من الخناقات، كان مسك سكينه وكان بيهددها. وفي الاخر يعني انا مش عارف ليه المشاكل. وقال كمان انه حاول يتواصل مع الدار اكتر من مره زي ما هتسمع كده. انا لما اتكلمت في التليفون طلبت من اللي ردت عليا ان هو يتواصل معايا وما تواصلش. تاني حاجه طلبت منها ان انا ابعت له ابن عمي تاني يوم ياخده ويجيبه البيت. قالت لي لا لازم انت بشخصك. قلت لها انا خارج القاهره وانا معايا حجوزات الاوتيل اللي انا كنت فيه، وباين ان انا كنت في الوقت ده خارج القاهره. قلت لها انا خارج القاهره وهبعت لك ابن عمي ياخده. قالت لي انتظر مننا تليفون بكره. كلمتني تاني يوم وقالت لي ان والدك رفض ان هو يسيب الجمعيه وهيقعد مع الاخصائي الاجتماعي اسبوع 10 ايام يهدى بس، ونشوف ان هو ليه زعلان او ليه متضايق وهنرجع نكلمك تاني. من ساعتها مفيش اي تواصل بينا. في خلال اللقاء ده محمد انهى كلامه بالبكاء والكلام بالشكل ده. بحبه بس زعلان منه يعني. بيحصل معايا ليه كده؟ يعني انا بشتغل وبصرف وما بقولش لا وما بشتكيش وما بتكلمش. طول حياتي في مشاكل بينهم، طول حياتي بتربى في بيت غير بيتي، طول حياتي بسمع كلام يعني ما ينفعش نسمع. انا بتربى عند خالي يعني. مش عارف اقول لحضرتك الوضع بيبقى ازاي. اللي عاش الوضع بتاعي هو اللي هيفهمني. مفيش حد هيفهم الوضع اللي انا فيه غير اللي عايشه. اي حد هيسمع الموضوع من بره بيحكم عليه من بره. المهم جريدة الوطن واللي استضافت محمد ابن عم صالح راحت بنفس الكلام اللي قاله محمد سمعته لعم صالح علشان يقول رده، علشان عم صالح يرد ويقول انه كان بيشتغل 6 شهور يجيب فلوس ويجي يصرفها ويقعد 6 شهور معاهم. ده على عكس رواية محمد. انت كنت مثلا بتنزل كل 5 سنين مرة؟ وصلش 6 في مصر، 6 اللي جابوا من الفلوس اللي جابها 6 شهور صرف عليهم. ولما سئل عم صالح عن السبب الأصلي للمشاكل فقال والدته. أنا عايز بس هو ليه أولادك عملوا معاك كده؟ قاسم عندهم أمهم. أمهم؟ لكن هم قالوا في اللايف هنا إن أنت يعني قبل كده طردتهم. طردتهم؟ يعني حتى يعني كان يقول هو محمد عاش عند خاله والباقي عاش عند جدهم. هل ده حقيقي؟ أما كان بيروح فعلا لخاله كتير. زي ما قلت لك ان عم صالح كان عنده شقه في الزاويه الحمراء، وده على حد يقول ابنه وعلى حد تاكيد عم صالح. ولما سئل انه ليه ما راحش يعيش في الشقه دي فوضح وقال انه مش هيقدر يعيش لوحده، وقال كمان انه الغريب بيحن عليه. انا في الشارع بيخدموني. اللي في الشارع ناس بتخدمك، ده السبب بيدوني اللي معدي بيعطف عليا واللي معدي ده بيعطف عليا. انت قعدت كام يوم في الشارع؟ 10 ايام. انت كنت قلت في التلفزيون مع الدكتور عمرو الليثي ان محمد هو اللي ضربك. هو محمد اللي ضربك؟ لا سيد اللي هو اشرف. ضربك ليه؟ ايه اللي حصل؟ احكي لنا الموقف بالظبط. عشان اعره. تعره؟ قاعد تحت البيت انت قاعد لي كده. طب هو ما اخدكش ليه؟ ما انا قعدت تحت البيت 10 ايام. قعدت 10 ايام؟ 10 ايام. علشان واخيرا تتقفل روايه عم صالح واولاده وزوجته في الارض وتترك للفصل بين ايدين ربنا في السماء. الصفحه اتطوت، وده بسبب ان عم صالح توفاه الله امبارح ودفن على حسب وصيته في المقابر الخاصه بالجمعيه. وكمان قيل ان عم صالح اوصى بعدم حضور اي حد من اسرته او من اولاده دفنه. تم دفنه بالشكل اللي هتشوفه ده. الحقيقة أنا النهاردة مش جاي أقول لك مين غلطان ومين مش غلطان. أنا حاولت أشرح لك الحكاية المثيرة للجدل واللي الناس كلها بتتكلم عنها، والدليل إن جبت لك آراء الكل، مش بس عم صالح لا وكمان أولاده. ده بس للمهنية وحق الرد في الآخر وللتوعية العامة. تفتكر إن المشكلة دي السبب فيها مين؟ وده فقط للتوعية، مش للوم على طرف على حساب الآخر، لأن الراجل دلوقتي ما بين إيدين ربنا وهو أحن عليه من ولاده
واحن عليه من الدنيا كلها. ما تنساش تسيب لي رايك وتدعي لعم صالح بالرحمه، ربنا يرحمه ويغفر له، وانا لله وانا اليه